نعم، وكرة مرة أخرى خاطئة، خطأ تمريرة جيدة، محاولة لفريق المغرب الفاسي وهدف. خطأ قاتل، خطأ قاتل للاعب فريق اولمبيك بريكا، الهدف الأول لفريق المغرب الفاسي يأتي في هذه اللحظة. تحدثنا عن المدافعين وكيف أنهم لا يجب أن يرتكبوا الأخطاء في مثل هذه الوضعية. الفريق يعاني، فريق اولمبيك بريكا يعاني، وبالتالي الخطأ غير مسموح به، المراوغة أو أي هامش يمكن أن يسمح بالخطأ غير مسموح به، وهذا مكان، وبالتالي كان اللاعب سيتبي في المكان المناسب، استغل الكرة استغلالا جيدا ومرر تمريرة جيدة جاء منها الهدف الأول لفريق المغرب الفاسي الذي سيعطيه وجه آخر للمقابلة. كنظن أنه اللاعب ما ضيعش الفرصة، لاعب تقناوتي أنس تقناوتي ما ضيعش الفرصة ومنح الهدف الأول لفريق المغرب الفاسي. وسيدي بيضغط عاليا على حامل الكرة، فتك منه الكرة، عطى كرة بين في الانترفال في كرة بالذهب، استغل التقناوتي وسجل هدف اونطولوجي واستراتيجي بالنسبه للمغرب الفاسي. نتمنى ان نشوفوا اهداف من هذا الطرف ومن ذاك تحريك المقابله اكثر، ولكن الخطا اللي كان ديال اللاعب اليميق بالفعل. وهنا كنرجعوا لاضعف دفاع هو كما قلتي في لا بكر جاء صراع الكره. كنظن انه اي لاعب يفرط دائما محاوله هدف تعادل، هدف قاتل في لحظه قاتله، هدف لصالح فريق اولمبيك بريكا. اللاعب البزغودي كيخلق المفاجاه وكيخلق كيسجل هدف التعادل لفريق اولمبيك بريكا. اذا كما شرنا انه كنظن ساعدوا في ذلك التراجع ديال فريق المغرب الفاسي. ما عرفتش انا تراجع للوراء وخلى على حساب الهجوم. فريق الاولمبيك بريكا كان اكثر حضور في الجوله الثانيه، اكثر وصول، وكان يستحق الهدف ديالو في الجوله الثانيه اللي جاء في الدقيقه 93. اذا كنشاهدوا مره اخرى ما كاينش تسلل، وبالتالي الهدف ياتي في هذه اللحظه القاتله من عمر هذه المقابله، من لقاء الذي يجمع بين فريق المغرب الفاسي وفريق اولمبيك بريكا. كنظن انه الان هدف لمثله هي النتيجه المسجله.